هقبل، من اتلف شيء فعليه اصلاحه. يلا قومي اطلعي لي كده، ماشي بالراحة. قومي ناديلي مامتك وما تنزلي. كسرتي الازاز، يعني ايه مش قصدك؟ مش تخلي بالك؟ ايه يا جنى، قولي لي خدتوا ايه في الحصة اللي فاتت؟ لازم تقول كلمات والميس قالت هسمعها الحصة الجاية. احنا ما الحصة دي حفظتهمش. يعني. وقالت لازم نيجوا نسمعهم عشان هما هيجوا في الامتحان. طب انا هحفظ شوية ولما مس تيجي هحاول اسمع. هي قالت عشان انتي ما جيتيش المرة اللي فاتت ممكن ما تسمعلكيش عادي. بس انا هحفظ شوية. ماشي. الدروس صعبة قوي. لا دول سهلين جدا. بصي حفظت اول درس، شاطرة. هحاول احفظ بقى تاني. معلش عادي. انا هقبل، من اتلف شيء فعليه اصلاحه. يلا بنات، ايه اللي وقع ده؟ يا ماما بطل وقعت دي. ايه اللي وقع ده؟ صوتها جامد قوي. اوعي كده لك. ايه ده؟ كسرتي الازاز يا بطه، كسرتي الازاز، يعني ايه مش قصدك؟ مش تخلي بالك؟ هي دي تلعب بيها برضه؟ قومي اطلعي لي كده، ماشي بالراحة. قومي ناديلي مامتك وما تنزليش تاني عندي. اتفضلي. ماما هي الميس هتيجي ازاي يا ماما كده؟ انت كل مشكلتك المس هتيجي ازاي؟ والازاز اللي اتكسر ده ابوكي هيقول له ايه؟ ماما طلعتيها ليه طيب والدرس يا ماما؟ ما تطلع، مش كفايه كسرت لنا الازاز؟ ابوكي هيقول ايه؟ ده هيجي يبهدلني دلوقتي. طب هناخد الدرس فين يا ماما دلوقتي احنا؟ كل اللي همك الدرس، انا طالعه اشوف امها، مش هستناها تنزل. ماشي يا ماما. ايوه في ايه؟ مالك يا بطه؟ في ايه؟ كنت قاعدة مع جنى بقول لها قولي لي الحاجات اللي انتي بتذاكريها، فبشقلب الصفحة البتوع. انا مش فاهمه حاجه. في وكسرت ايه؟ لي الازاز، في ايه يا زوزو؟ انا مش فاهمه حاجه. في ايه يا زوزو؟ كسرت لي الازاز يا ست غاده. كسرت لك الازاز؟ ازاز ايه؟ ازاز السفره. يا لهوي، كسرتي ازاز السفره اللي مع أيوة. عمك؟ انا بشقلب الصفحة البتوع اللي حطهم بتوع الشمع اتشقلبوا. عشان تعرفي ان بنتك مهمله. مهمله ايه يا زوزو؟ انا مش ماليش قصدها. دعوه دلوقتي، انا طب عايزه ازاز. طيب خلاص يا زوزو، انا والله بس مش معايا فلوس دلوقتي. طب انا ماليش فيه، المدرسين جايين يدوا العيال الدرس، الميس ووراها مدرس الساينس كلهم جايين. انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا ماليش فيه. انزلي اعملي لي الازاز دلوقتي. طب انا والله يا زوزو خليل جاي بكره من السفر يعملهولك، والله ما وأنا معايا مالي؟ فلوس تكمل ازاز السفره ماليش دلوقتي. فيه. هعملهولك حاضر. انا الدروس اللي زي لعيالي. طب اعمل ايه يا انا زوزو؟ ماليش حاضر، فيه. حاضر يا انا زوزو. دلوقتي عايزه ازاز زي اللي اتكسر دلوقتي حالا. طب حاضر يا زوزو، هجيب لك، بس اصبري لا يا عليا حبيبتي. لبكره، خليل يجي من السفر. بكره ما ينفعش، انا جاي لي مدرسين دلوقتي، ازاي هيدوا على الازاز المكسور؟ انا هنزل اشيلهولك يا زوزو لا يا حبيبتي، تعالوا ياخدوا عندي. طب ياخدوا عندي. انت كل مشكلتك ياخدوا عندك. خلاص يا زوزو، هاتي العيال كلها تاخد انا ماليش الدرس عندي فيه. النهارده. لا يا حبيبتي، مش مشكلتي في الدرس. بكره خليل هيجي من الشغل لا يجيبهولك. دلوقتي ماليش دعوه. دلوقتي انا اجيبه منين يا زوزو؟ والله ما معايا فلوس في البيت تكمل ازاز هتجيبي لي السفرة. الازاز دلوقتي ولا لا؟ معيش والله دلوقتي قولي يا بقى زوزو، انا كده. معيش دلوقتي. اوعالك تعملي ايه؟ هتاخدي ازاز السفرة، مش هتقدري تنزلي بيه. لا يا هقبل، من اتلف شيء فعليه اصلاحه. يا لهوي الباب ده. عليكي. خديه يا زوزو، خديه. يعني انت تاخدي ازاز سفرتي يا زوزو؟ اخصى عليكي. لسه طب هتتكلم. انا هكلم مع خليل يا زوزو ويجيب لك غيره والله. يعني انت يرضيكي كده يا زوزو؟ انا هعمل لك اللي انت يا عايزاه، زوزو. بس اصبري لبكره. هقبل. لا اله لما الا جوزك بقى الله. يجي ويجيب لي ازازه بديكي ازازك تاني. لا حول ولا قوة الا بالله. يا فاطمة، انت يا بنتي ايه اللي حصل؟ هو انت كسرتي ازاز السفرة كله؟ ماما انا كنت بفتح الكتاب، هي البتوع اللي حطوهم بتوع الشمع دول، فانا بشقلب الصفحة هي وقعت، مش قصدي. وجنى لا حول ولا قوة الا بالله. اديني التليفون اكلم ابوكي. اديني التليفون اكلم. اخسى عليكي يا زوزو، هيعملهولك يا ستي، واحنا قلنا حاجة؟ هنعملهولك. خشي يا حبيبتي، خشي، ما تخافيش يا ماما، فداكي انا اعمل لها 1000 واحد غيره. ايه خليل؟ شفت مرات اخوك يا خليل واللي عملته؟ طلعت اخدت ازاز السفرة بتاعي. ليه؟ علشان فاطمة كانت بتاخد الدرس تحت، كان عندها درس وهي حاطه باين الشمعدان ولا ما اعرفش، حاطه حاجه بتقول لي بط على باين عليه الشمعدان. البت بتدير الصفحات وقع، بتقول لي يا ماما وانا بدير الصفحه وقع على الازاز اتكسر. يعني هي برضو عارفه ان عيال بتاخد درس تشيل الحاجه من على السفره. بهدلت البت وطلعت هنا بهدلتني. يا تجيبي لي بتاع الازاز يعمله دلوقتي، يا اما اخد ازاز سفرتك. وقامت جره صاحبه ازاز السفره ونازله. لما جوزك يجيب لي ازاز السفره بتاعي ابقى اديكوا بتاعكم. قلت لها والله، قلت لها تعالوا خدوا الدروس عندي، قالت لي لا.
تجيبهولي دلوقتي وانا عارفه الفلوس اللي معايا مش هتكفي، ما تكفيش ازاز سفرة، ده الازاز يعمل له كام، بتاع 2000 جنيه. اتصل بقى انت باخوك وتصرف معاه. لا يا سيدي خليهولها الازاز مش مشكله، بس انا اصلا اتفجعت من الموقف يا خليل، والبت يا عيني مفجوعه خالص. يعني هي اكيد مش قصدها، هي قصدها تكسر ازاز سفرة برضو. ماشي يا خليل، قول لمصطفى معلش. ماشي يا خليل، مع السلامه. يا ستار يا رب، اعوذ بالله منك يا زوزو، اعوذ بالله. ما احنا هنعملهولك، بس في كده